عز الغاوي في كل حته، عز الغاوي في كل مكان. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وكويسين. طبعا يا رجاله الحمد لله رب العالمين، عملت لفت الحمام الزاجل ولسه ما خلصش. هنعمل كام حاجه فيه مع بعضينا، هشوف اللي انا عملها، هنشوف اللي انا عملته، وهنعمل كام حاجه مع بعضينا كده في الفيديو ده. يا رب يكون عجبكم وانا في نهايه الفيديو. يا رب يعجبكم ان شاء الله. من غير اي كتير بطلنا عليك اشتراك لو ما اشتركتش، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. حلو المنظر ده صح؟ طبعا يا رجاله انا كل يوم بحطهم ايه في ناحيه وناحيه. تعال اقول لكم. تعال بصوا يا رجاله، يعني انا ايه، فهم النهارده في الدشار في الجنب ده. يعني انا اول امبارح واول كانوا هنا، وامبارح كانوا في الجنب ده، والنهارده في الجنب ده، بكره ان شاء الله هيبقوا في الجنب ده. انا كل يوم كده بحطهم ايه في جنب كده شويه، في جنب شويه، انهم يحفظوا العرق كله. طبعا انا لسه فتحتش للذكر ده ولا لده. وبعد كده يا جدعان ان شاء الله يعني يومين ثلاثه كده بردك في الدشار، وهنبتدي نفتح لهم. مش هفتح لهم كلهم طبعا مره واحده، ممكن افتح لهم ذكر في 2 في 3، اللي هو ايه، اثبتهم واحده واحده. دي كوره كبيره فمش هينفع ان انا غامر وافتح لهم مره واحده، ممكن حاجه تمسحهم يطيروا يعني ما يعرفوش يرجعوا. فلما افتح مثلا لذكر مع الاثنين دول هيقعد، وشايف دول هيقعد، وهبتدي افتح للاولويه اللي هي مثلا حاسس ان هي هتقعد، فاهمين؟ فان شاء الله خير. فمن غير رغي كتير يلا بينا يا جدعان نشوف عملنا ايه. طبعا يا رجاله عايزكم تباركوا لفوزي، انا جوزته يا رجاله. طبعا اللي ما شافش الفيديو الشورتس تعالوا اقول لكم انا جوزته ازاي وليه. طبعا يا جدعان الحمد لله رب العالمين، فوزي بقت صحته كويسه، بس ايه، كاشش كده بقاله فتره وحس انه مستسلم للمرض. فقمت جايب له النتايه الريحانيه بتاعت الذكر اللي بره ديت. طبعا الذكر يا جدعان ما بيعمرش، فانتوا عارفين القصه. فانا مش هسيبها معاه على طول، انا جبتها الذكر اول ما حطيتها له، لو شفتوا فيديو الشورتس قعد يزوف عليها ويجعر، فانا عايزه ينسى، وخدت عليه وبقى يرد لها في الطاجن. فانا عايزه يتخطى المرض كده. وبصوا حتى ما شاء الله ما شاء الله ابتدت النفخه بتاعته تزيد، يعني ما شاء الله الله اكبر يعني عليه. وبصوا كمان بيضرب والدنيا ايه بقت زي، بص الله اكبر. يعني كل ده انا بعمله كاعاده تاهيل لي. يعني بصوا ما شاء الله بقى بيعض والدنيا حلوه جميله معاه. بصوا الله اكبر. انا مش مصدق انه الحمد لله الحمد لله رجع احسن من الاول. ناس كتير قالت لي هيموت، والحمد لله بقى كويس. فربنا بقى يسهل، وادينا شغالين معاه، وباذن الله باذن الله يرجع احسن من الاول، وبقى بيطير والدنيا حلوه. بصوا عايز اقول لك على حاجه، بقى بيطير. يلا طير يلا مراتك اهي، خش رنتايتك. يلا يلا يلا. بصوا يا جدعان ما شاء الله بقى بيعرف يطير وكل حاجه. فيعني ناقصته بس حاجات بسيطه، هو لسه فيه هزه، مش هزه، اللي هو قله توازن خفيف جدا، وان شاء الله يبقى زي الفل. طبعا يا رجاله احنا دلوقتي في اللفت. انا ما صورتش وانا بركبه ساعه الفيديو اللي فات لما قلت لكم هكمل. طبعا الهوا شد جامد وما بقتش عارف اثبت التليفون، فقفلته كده. وفي كام حاجه استنيتني اعملها مع بعض الفيديو ده، فتعالوا نتفرج انا عملت ايه وايه اللي هنكمله في الفيديو ده. يلا طبعا في البدايه سامحوني لو الهوا شديد. بصوا يا جدعان انتوا هتشوفوها تحسوا ان هو زي ما كان الاول، ولكن انا لسه ولا عملت رسمه ولا دهنت ولا عملت اي حاجه. انا قسمته من جوه وعملت كام حاجه. يعني حتى بصوا دي الرسمه دي هكملها، بس المشكله في الخشب. المهم اهو ده كده منظره من بره وحجمه تمام. التراب هسيبه زي ما هو لغايه برضه لما يبقى فيه خشب. فتعالوا. طبعا ده الباب الرئيسي اللي هو كده كده اصلا بتاع اللفت ده، كده الباب الرئيسي. لسه هنركب وقفات دلوقتي وهنعمل كل حاجه، ولكن يا جدعان مش هنركب الوقفات دي لان المفروض هتركب هنا، ودي حيطه فمش هعرف اثبتها حتى لو دقيت خشب وعملت دي. يعني انا ده مش بيتنا، انا مأجر، فمش هعرف ان انا ايه اثبت حاجه واجي اشيلها وان دي الحيطه بتاعه الجار. فاقول لكم هنشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. فطبعا دول كده مش هيركبوا، فالبتاعه دي عايزه لسه تثبت عشان سايب خالص. هنثبت كل حاجه. طبعا ده يا جدعان كده حجم اللفت اللي هو بتاع الطيران. عملت بقى انا قطوع هنا، عملت قطوع زي ما انتم شايفين كده، وعملت ديك مفرخه للحمام الزاجل تخش كده من هنا. ده كان بتاع الباب السلاكه التانيه، تخش كده اهو ما شاء الله. تيجي بقى هنا كده اهو نقفل. ده كده يا جدعان القطوع. عملت له موقفه هنا ووقفه هنا، والبتاع ديت ما رضيتش اكملها للاخر كتهويه اليوم، ان الجو اصلا هو بس اليومين دولك، والهوا كده كده ما بيجيش من هنا، الهوا كله جاي لي من هنا. فهو ده كده منظره. وده الحمام اهو يا جدعان ما شاء الله.
عندنا القص دولك، وعندنا القص دولك ما شاء الله. ودول حسوا ولا محسوش؟ والله دول انا حاسس انه في الاخر هيطلعوا دكارين بس عاشقين بعض. وعندنا القص دولك حصوا جابت ما شاء الله الحصوات ده الدكر. تمام، النتايه فين؟ انتهي. جابت ما شاء الله الحصوات التانية يا رجاله. فعامة هو ده كده منظر اللوفت، بصراحة بقى جميل. لسه طبعا هدهنه وهظبط فيه حاجات، ولكن قلة الخشب هي اللي مش مساعداني. فاللي هنعمله دلوقتي مع بعضنا يا رجالة، هنشوف هنعمل الوقفات هنا ازاي ونظبط البتاع ديت. وبالنسبة للدهانات والرسومات هنشوف هنعملها يا رجالة. خلاص ثبت الجنب دوت. بص عملت ايه، حشرت له خشبة كده في الزاوية جامد قوي كده بين الحيطة، وعطيته مسمار طويل زي ما احنا شايفين كده، مسمار عدى وبس كده بقى الجنب. بصوا اعمل اللي انا عايزه كده بقى ماسك زي الفل. مفيش بقى غير الجزء اللي فوق ده اللي سايب، بس مش مشكله يعني، هحاول ابقى اتصرف له في حاجه. دلوقتي بقى الوقفات هنعمل ايه؟ هنعمل تجربه يا جدعان. شايفين انتوا الخشب ده انا عندي منه كتير، اللي هو البواقي بتاعت السلاكه لما كنت بعملها. هنقوم عاملين ايه؟ هنحاول نيجي كده مثلا بين فروع الحيطه ديت ونطقلها. لو ضقت حلو وبقت شديده خلاص هنعمل منها كميه، ودي اللي هتبقى الوقفات مؤقتا. فنقول بسم الله ونحاول بقى نشوف يعني المكان اللي ينفع. مثلا هنا كده لا، نفعت يا جدعان. بصوا كده بقت وقفه حلوه. فنجيب بقى ايه كميه خشب واركبها ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. انا يا رجاله جبت بصوا كميه خشب حلوه اهي. دلوقتي بقى هبتدي اركبها وارجع لكم تاني ونشوف شكلها بعد ما ركبت هتبقى عامله ازاي. بقى يا رجاله انا خلصت. تعالوا بقى ناخد جوله كده فيه لغايه بقى لما نشوف هنعمل معاه ايه تاني. بصوا بقى يا رجاله، طبعا ده كده اهو الجنب. طبعا المفروض ان انا عايز اجيب بغدادلي بصراحه، الفه كله بغدادلي، مش عايز الفه الكلام ده خالص. فده كده نص والنص التاني كده مفتوح، ده كله عايز بغدادلي. بالنسبه برضك ده الوش كده اهو بتاع السلاكه، واللوفت زي ما هو او التراب زي ما هو. تمام، طبعا كل ده محتاج خشب، بس انا اهلته على اللي عندي. تمام، فكده رصيت برضك كمان الحاجات اللي جوه دي كده كتظبيط بس مبدئي كده يا رجاله. حطيت بتوعتين هنا وقفتين، وحطيت هنا كده وقفتين، والحيطه طبعا رشقت فيها بقى ايه الخشب اللي انتوا شايفينه ده كده كله. حرام برضك يقف عليها اهو، شديده ماسكه نفسها. تمام اهوك. وديت حشرتها كده جوه وعملت لها زاويه عشان خاطر بصوا كده خلاص ما بقاش ايه يعني، ما بقاش فيه يعني، الحمد لله مسك نفسه يعني. كده مسكناه في الحيطه وروقناه كده. دولك 2 ودولك 2 ادي 4 ودولك ما اعرفش 10 ولا 11، يعني في حدود 15 وقافه. بالتالي مش هنحتاج اكتر من كده هنا يعني، ننش يعني 15 واحده زاجل اعتقد، او هنطير يعني ممكن 15 20 بالكتير قوي، ده ما يشيلش اكتر من كده. فزي ما احنا شفنا ثانيه، ده انا نسيت قفلت على الباب بتاع القص دولك دكر جوه. ودي كده السلاكه يا جدعان. حمام بينزل كده يلعب هنا وياكل ويشرب والدنيا تمام. بس كده هو ده يا رجاله، ده اللوفت، حاجه كده بسيطه على قدنا. فمعلش اعذروني يا جدعان لو الفيديو مش قد كده، او ان انا ما صورتلكوش وانا بعمل الكلام ده كده كله، ولكن فعلا بجد الهوا عندنا هنا صعب يا رجاله. تعالوا نشوف السلاكه بقى الجديد. يلا بينا. خلينا كده نخش ايه الحمام ده. سوزي مش وقتك يا سوزي، امشي. خلينا نخش لهم كده. انا خايف والله تيجي شويه هوا شداد يقوموا قلبين لي دي في الشارع، ربنا يستر. طبعا بصوا دقارين طالعين لي فوقيا فوق اهو. زي ما قلت لكم يا جدعان، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله احتمال الفيديو الجاي نبتدي نفتح لهم، هنراقب معاهم كل حاجه، وباذن الله هنفتح لهم، مفيش حاجه هتضيع، وهنطير وهنظبط الدنيا كلها. عندنا بقى رجاله فلفل راح فين؟ فلفل اهوك والنتايه دي مش راكبين مع بعض خالص، ولا عايزين يشتغلوا مع بعض خالص. فاحنا بقى نقوم عاملين كده اهو. تعالى يا حبيبتي، يلا بالسلامه كده نسيبهم. تعالى يا فلفل، يلا حبيبي، يلا بس كده. والباب بتاعهم ده نقفله كده الاكل والشرب بحط لهم في الارض زي ما احنا شايفين كده. همك طالما هم مش نافعين مع بعض
يبقى نعزلهم. وطبعا يا جدعان برضك دولك اول ما يخلصوا ان شاء الله هنعزلهم، واي حاجه مش زي بعض مش هنخلي حاجه ملهاش علاقه بالتانيه، لازم نطور. مش عايزين بقى نبقى ايه زي الاول كده والعك اللي احنا كنا عاملينه. بالنسبه للقص الاستراليات دولك انا هنقلهم في باب واسع، لان الباب ده يعني بصوا ضايق عليهم جدا، مش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه، يعني مش عارفين يحصوا ولا عارفين يظبطوا الدنيا. فعندنا الباب ده كده كده فاضي، يعني علية البيبان فاضيه، فنجيبهم هنا دلوقتي. بسم الله. تعالى الباب ده كده يبقى واسع عليهم كده، يعرفوا يشتغلوا ويبقوا زي الفل. تعالى تعالى يا ماما، خش ننقل لهم بقى حاجتهم كده يا جدعان. كل حاجه اتنقلت اهيك، مسقه ومكلف وطاجن، والباب ده كده واسع عليهم كده، يعرفوا يشتغلوا ويعرفوا ينتجوا لنا، ان هم طوال شويه على الباب اللي هو ايه 50 في 50 ده. تعالى يا صديقي تعالى. بسم الله ما شاء الله يا جدعان، ابن شمشون اخيرا شفت له فرخ كبير ما شاء الله. طالع اسود خالص، مش عارف طالع ليه اسود كده، مع ان مش عارف طالع اسود ليه. امه يعتبر اصلا فوليه، الجت اللي بتقال عليها فولي، فكويس. اخيرا شفنا له ابن ويطلع مجرم زيه ما شاء الله. بالنسبه بقى للرجاله الشقباظات دول، مش عارف الحصى بقاله فتره جامده قوي ما طلعش، فخلينا كده نكشف عليه مع بعضينا. نقول بسم الله. طبعا دي فاضيه اهي زي ما احنا شايفين، تمام. ودي مفروض ان هي معمره، بس ثانيا ايوه لا دي حيه يا جدعان اهي لو واخدين بالكم. مش عارف بقى باين معاكم ولا لا، جواها زغلول حي، بس هو لسه ما اكتملش، بس طول قوي. بصوا بيلعب لو واخدين بالكم بيتحرك يا رجاله ما شاء الله. طب كويس. انا قلت بصراحه يعني مش معمرين، ولكن تاني عش العش اللي فات برضو كان واحده معمره واحده لا، مش عارف ايه الذكر بقى بيعمر نص نص ولا ايه. بالنسبه للرجاله للقص الاستراليات دولك برضك انا هنقلهم في باب واسع، لان افتكرت انتوا لو تفتكروا معايا كان دايما لما بيطلعوا زغاليل كانت بتتعبنا ويقعدوا يدوسوا عليها وكان بيموت منهم كتير. فتعالوا برضك طالما عندنا بيبان واسعه كتير ننقلهم فيها لغايه بقى اما ربنا يكرمنا ونقدر نملى ده. فطالما احنا عندنا بيبان واسعه كتير وفاضيه ولسه ما اتملتش كلها، فما نظلمش الحمام ده معانا. فنقوم عاملين كده اهو. بسم الله. بس معانا القص اهو بس يا حبيبي. بسم الله. هما كرجاله برضك الباب يبقى واسع كده عليهم، يعرفوا يكسروا ويزقوا ويعيشوا حياتهم. طبعا يا جدعان نقلت لهم كل حاجه، واخر حاجه ده الطاجن، ده فرش التحديد الجديد، فرش الطاجن الجديد اللي انا عملته ما شاء الله كويس وزي الفل. بسم الله. وسع يا حبيبي، وسع يا بابا، وسع يا بابا. بس كده يا جدعان برضك الباب بقى واسع عليهم كده، نستفيد منهم بدل ما بيبان فاضيه. وبصوا حتى الدكر واخد راحته في الزوفان، فزي الفل. انا عايز اجرب حاجه مجنونه كده يا جدعان، مش عارف هعملها ليه وغلط، بس عايز اجربها. شايفين انتوا الدكرين دول كده؟ عايز اديهم واحده كده نشوف هيعملوا ايه. حبيبي امك يا رجاله. ايوه ده اللي انا عايز اشوف حاجه طايره. امك. بص يا ابن اللعيبه، بص جه نزل فين اهو. التاني جه نزل اهو. فاكرين ما شاء الله. وده اللي انا عايزه يا جدعان، كده نحس كده ان في حاجه بتطير كده، حاجه ترد الروح. ما شاء الله نزل اهو، ده نزل على العيون وده نزل على الظهر، حاجه جميله. عقبال دول بقى ان شاء الله. فالحمد لله دولك هيدربوا لنا دولك، باذن الله انتظروا الفيديو الجاي هنبتدي نسيف فيهم واحده واحده وان شاء الله خير. لو شايفين بقى يا رجاله خليكم معايا كده وانا بنزلهم كده الدكرين سايبين، انا بنزلهم عادي وبعد كده بنزل الدكرين هنشوف كل حاجه. كده نزلناها يا رجاله، نبتدي بقى ايه ننزل الدكرين. خلينا بقى ايه نجيب شويه كلفه، حبه كلفه كده صغيرين. تمام. بسم الله. طبعا بصوا دول سمعوا الكلفه هيتجننوا. بصوا سمع صوت الكلفه هيتجنن. لسه معاكم شويه يا حبيبي انت، هو لسه قدامكم بتاع نص ساعه ولا ساعه. الله كوسه اهي. خلينا بقى ننزل الديكور. اول حاجه الصج.
يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا. انا هطلع لكم بره دلوقتي. يلا 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 يا حبيبي، يلا. هينزلوا. لا يا عم ما تتكسفش. ايوه كده. يلا يا اختي، يلا يا اختي، ايوه كده. ما شاء الله. نبتدي بقى نقفل الشبكه. اوبا، لسه ما ظبطتهاش والله لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله يعني هنظبطها كده اهو يا رجاله. بس هقفلها خالص من بره كده عشان افتح لك. ظبطنا كل حاجه يا جدعان، بس قبل ما افتح لهم وناكلهم في حاجه لازم تعرفوها. اصول عشان تنش صح الحمام الديكوره ديك، او عامه بعد كده في النش الافضل انك تاكل كل فرد حمام في بابه، عشان بعد كده لما تيجي تحبسهم لا تفضل بقى مستني انهم ينزلوا وتقفل الشبكه. لا، انت مجرد ما تشخلل لهم هتلاقي كل فرد حفظ بابه ودخل ياكل من بابه. ولكن انا ما عنديش مكالف، والله ما عندي مكالف. انا لو عندي مكالف كنت هضربهم من البدايه انه ياكلوا كل واحد في بابهم، ولكن انا بمشي حالي دلوقتي. وباذن الله الخطوه الجايه لما اجي نجيب حمام تاني وزغاليل هجيب معاهم مكالف، وبعد كده مش هاكل في الارضيه غير هي بس اول فتره. بعد كده الحمام يحفظ ببانه وكل واحد هياكل في بابه. تمام؟ فنقول بسم الله. طبعا مش هزود لهم كلفه النهارده، انا عايزهم يمسحوا الصاج ده بس. ينزلوا بقى ياكلوا كده. هو المفروض كنت اسيبهم شويه بعد كده اكلهم، بس انا اتسرعت بصراحه. يعني المفروض مش اول ما افتح لهم كده اكلهم، لا اسيبهم شويه بس ياخدوا كده على حالهم وبعد كده اسيبهم. طبعا ذكر العدس ده الباب بتاعه. يا ابن اللذينه. بص اللي انا كنت خايف منه. بص العدس اهو. بصوا بقى زايف على ايه. يا شيماء، يا شيماء في ايه يا ابني؟ هو انتم من بتوع يا لهوي. بصوا زايف لها هنا وهي بس. يا شيماء لا، انا شغل البلكونات وابن الجيران ده مش عندي. يلا يا ماما، يلا حبيبي، يلا هش. هبقى اسد لهم الحته دي باي حاجه. ايه هو انت اي ذكر كده رايحه معاه؟ وبص الذكر واقف. بص تعالى يا حبيبي، انا اللي واقف لك. بصوا نزل راح باب. يا بنت احترميني، طيب احترميني ثانيه اما نروح نقفل له الباب. بصوا بنت اللذينه. ماشي خلاص ماشي. هو نزل كلا اهو خلاص. سيبه بقى ياكل وبعد كده نقفل عليه. وريني يا شيماء هتعملي معاه ايه. طبعا يا جدعان سديتها لهم ميه والنور خالص اهي، لان الحوار ده بص الدكر اصلا اهو طلع لها تاني، لان الحوار ده هيخلي الدكر لا يعرف يطير ولا يعرف يعمل، هيفضل لازق لي في الباب، هيبقى باظ لي الدكر. يا شيماء هو انا مسيبك تبوظي لي الدنيا؟ فكده اهو الدنيا كده تمام، سدينا عليهم. معلش بقى حد يقول لي انت ليه حرام عليك تقطع بين قلبين؟ معلش يا حبيبي معلش. فالحمام بياكل اهو وبس كده يا رجاله. ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، حاجه بسيطه. بصوا بقى هيروح هيلاقي الدنيا مسدوده. معلش ثانيه قبل ما نقفل. بصوا هيروح ملقاش حاجه، عمال يبص. هينزل بقى هينزل. بص مستغرب. بص عمال يخش. بص عايز يرجع تاني. سوزي ايه؟ لا مش مكانك ده، خش جوه خش جوه. بص هيتجنن، هيقف لها بقى قصاد الباب وهي واقفه له هنا. انا عايز اجيبهم كده عمال يطلع ويخش. لا خلاص بقى نسيبهم كده يا رجاله يعيشوا حياتهم وهنقفل عليها. اتاريه هو ده الباب بتاعه. والشيماء دايما لازقالي هنا بالليل. تقريبا قاعدين بيلفلفوا بالليل. ماشي. المهم يا جدعان عشان ما اطولش عليكم، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط فيديو خفيف. يا رب يكون عجبكم، تكونوا استمتعتم بيه. اشوفكم على خير. سلام.